اليوم بدي احكيكم موضوع عقد البيع. يا هل ترى اذا انت عندك عقد بيع، هذا عقد البيع بيضمن لك حقك؟ خلينا بداية نفترض فرضية انه صاحب العقار اللي اشتريت منه طلع ادمي وما راح باعه لشخص ثاني، يعني باعه لشخص ثاني، وكثير بتصير خاصة انه السند بيكون معه. باعتبار انت الافادة العقارية بعد الاسم القديم انت بعدك ما حطيت اشارة. والنقطة اللي بدي احكي فيها في حال وفاة هذا الشخص اللي مشتري منه انت، بعدك ما حطيت اشارة بعقد البيع، شو بده يصير بهالحالة؟ هون بده يروح بس تطلب لهم للورث للمتوفي المالية ديفينيتيف اللي يبين على اسمه. يعني شو بده يندرس؟ بده يندرس ليتوزع على الورثة، ورثة المتوفي صاحب العقار الأساسي، مش اللي اشترى بعقد البيع. بهيدي الحالة شو بده يصير؟ وباعتبار انت مالك منفذ ولا حاطط اي اشارة بالدوائر العقارية، وما في تواصل اي تواصل بينك وبين الورثة، يمكن ما تكون تعرفهم او ممكن ما يتعاونوا معك، تعرفهم وما يتعاونوا معك. بهيدي الحالة بده هذا العقار اللي اشتريته انت او الشقة او شو ما كان بده يتوزع على الورثة، بده ينتقل لهم. واكيد انت بدك تتحمل العاقبة بهالشيء، واكيد في احتمالية كبيرة لانه حقك يضيع وبدك تروح تفوت بمحاكم، وبتعرفوا المحاكم بلبنان عدوا مدوا.